الجيش المصري وصل الصومال، احنا رايحين عشان نطوق اثيوبيا. مش انت بقالك 10 سنين عامل فيها بطل وعمال تحفرك ورايح تتعاون مع اللي ما يتسموش ضدنا؟ البس بقى يا باشا. هل سمعت قناه من قنوات المطاريد بتتكلم عن الموضوع ده مثلا؟ صفحه من ملايين الصفحات بتاعتهم المرميه على السوشيال ميديا اتكلمت عن الموضوع مثلا؟ مستحيل هتجيب لك سيره الموضوع. هتجيب لك سيره الموضوع امتى؟ لما لا قدر الله يحصل اي حاجه وحشه ضد القوات بتاعتنا هناك، لا قدر الله يعني، ونتمناش ان هو يحصل. هيطلعوا بقى والصياح والجعير والجيش المصري مش عارف ايه وعملوا فيكم مش عارف ايه. هي دي الحاله الوحيده اللي هيطلعوا يتكلموا فيها عن الموضوع. وده يرجعنا للكلام اللي بقوله لكم دايما في اي فيديو بصوره، ان الناس ديت وظيفتها كلها انها تصدر لك كل حاجه وحشه فقط، وتحول لك اي حاجه حلوه لحاجه وحشه عشان ما تتقبلهاش وترفضها. هو ده اللي هم عايزينه وهو ده هدفهم، انهم دايما يصدروا لك الاحباط ويصدروا لك كل الوحش اللي في الدنيا